السلام عليكم، ازيكم يا حلوين، ازيكم يا حبايبي يا احلى اخوات. معلش بتاخر عليكم في الفيديوهات، والله شويه كده. يعني بنحاول اظبط الفيديوهات وانزلها لكم، اجمع لكم اكتر حاجه اقدر انزلها لكم. ومع بعد كده كنا في المعمورة، وانتم طبعا عارفين، او الناس اللي من اسكندرية عارفين المعمورة جميلة قد ايه، وبحرها ولذيذة، والاجواء بتاعتها حلوة قوي. طبعا هنا كان في اللعبة ديت اللي هي بتاعت البندقية، بنتي حبت تلعبها. لعبتها بصراحة مرتين ومرتين كسبت، يعني هي بتعمل كذا ضربة، كذا طلقة، وعدد الطلقات بتاخد بيها هدية من اللي موجودة عنده كده. فهي اختارت هديتين، اختارت مج وعليه حرف اسم باباها، ويعطوله هدية أول ما رجعنا، واختارت اللي هي الطفاية اللي هي الجمجمة دي. وبصراحة المنتزه والمعمورة طبعا وأبو قير والاتجاه ده كله حاجة كده جميلة وساحرة، من البحر بتاعها للأماكن. كلنا لنا ذكريات فيها، يعني أكيد كل واحد فينا أو كل حد عايش في اسكندرية ليه ذكرى حلوة في المنتزه، في المعمورة، في ابو قير، بالنسبة لقعدتهم، لبحرهم، لجوهم، للمتعة اللي احنا كنا بنتمتعها واحنا صغيرين. كنا بنتمتع طبعا، واللي بيركب عجل بيركب، واللي بينزل المية، واللي بيقعد على الشط. وطبعا اجواء حلوه قوي قوي، بالذات في الصيف. طبعا هنا دي الملاهي بتاعه المعموره، قبل كده برضو صورت لكم فيها. بس هم الاولاد بيحبوا قوي الحاجات ديت، لانها غريبه عليهم، يعني هم هنا مش ما عندهمش الحاجات ديت، مش متواجد عندهم كل الحاجات دي. عندهم ملاهي وعندهم كل حاجه، بس طبعا في حاجات يعني زي البندقية موجودة عندهم. هنا بقى بدأت بنتي صغنطوطة عايزة تلعبها هي كمان، فعجبتها اللعبة دي. هي متشجعة شوية وخايفة شوية. لما بدأت تطلع لفوق كده بدأت تخاف شوية، بس يعني لعبتها شوية ونزلت. وكانت برضو اتمتعت بيها. عارفين في حاجات كده ألعاب وحاجات بنعملها واحنا صغيرين، لما بنفتكر كده واحنا كبار الحاجات دي كنا بنروح هنا ونعمل ده ونسوي. الحاجات دي بتسيب ذكريات جميلة قوي. سيبوا أطفالكم يعملوا كل اللي هم نفسهم فيه، إذا مش بيعملوا حاجة غلط أو حرام. سيبوهم يتبسطوا، وكل طفل أو كل شخص يعيش المرحلة بتاعت حياته بكل ما فيها، بكل تفاصيلها. سيبوهم بحريتهم، اديهم حريتهم واديهم ثقة، علشان لما يكبروا يبقوا مقد الثقة دي، ويبقوا مقد الحرية اللي هم أخدوها. طبعا مع ان انت بتحطي نقط يعني لتفاصيل حياتهم، يعني او للحدود بتاعتهم. زي ما احنا شايفين كده بقى، كانت عماله تلعب. احنا كنا بنخرج من الموضوع، دخلنا على الموضوع تربوي ولا ايه، مش فاهمه. المهم يعني زي ما هي عماله تلعب كده شويه، والولد كان بيشدها عشان تطلع اكتر او تتنطر لفوق اكتر، فبيشدهم بالطريقة دي كده. هو عارف طبعا هو بيعمل ايه، لانه بيتعامل طول النهار مع الاطفال وكده. وهنا ابن اختي برضو كان اتشجع هو كمان، وعايز يعمل لعبة، وبدأ يلعب هو كمان. وزي ما انتم شايفين الالعاب كتير بقى، في العاب ياما قوي قوي قوي. انا المره اللي فاتت لما صورت لكم في المعموره جبت لكم باقي الملاهي وكده، وصورت لكم البحر. انا النهارده حبيت بس يعني اجيب مقتطفات كده من الحاجات اللي عملناها في اماكن كتير، بس ما كنتش قادره اني اصور بصراحه. معظم الوقت كنت بحاول اني اجري، لان كان عندنا مناسبة حلوة قوي قوي، عقبال كل الشباب وعقبال كل البنات. كان عندنا مناسبة جميلة جدا. طبعا لما قلت بنات وشباب انتم عرفتوا، بس هنسيب الإجابة عن الموضوع ده للفيديو الجاي، ونشوف مع بعض عملنا ايه. طبعا كان في حاجات ياما قوي قوي في الأجازة، كانت مليانة بصراحة بالأحداث. كان فيها حاجات حلوة كتير كتير، يعني الحمد لله مرت الأجازة حلوة. بس يعني كان فيها برضو حاجات مش ظريفة. بصراحة ما كنتش حابة أتكلم عن الموضوع ده، بس هنبقى نتكلم عليه بس في فيديو تاني. برضو بلاش نتكلم النهاردة عن الحاجات الوحشة، خلينا ندي لبعض طاقة إيجابية. حاولوا لما تكونوا في أجازة أو في مصيف أو كده بسطم، حاولوا توصلوا لسن أولادكم. يعني هنا كان أخويا ركب مع ابن أختي وبيسوقوا مع بعض، دي بناتي الاتنين الصغيرين مع بعض. وطبعا بقى ايه، يعني عمالين يغلسوا عليهم
وطبعا السواقة والعربية ديت كلنا بنحب نركبها، يعني أطفال كبار كلنا قوي بنحب نركبها. أنا عن نفسي والله بحبها قوي، يعني أنا بحب فعلا لغاية دلوقتي أركب الحاجات ديت وأتمتع بيها وأتبسط. إيه، ما تحرميش نفسك من حاجة إن انتي تتبسطي حتى لو اللعبة يعني مش بيلعبوها كبار، بس طبعا يعني مش هنوصل لألعاب الصغيرين قوي قوي يعني. بس بتكلم ان لازم يعني عيشي، حبي الحياة، اتبسطي، اتمتعي باليوم بتاعك. هنا كنا خلصنا بقى الملاهي، وكنا بصراحة يعني ارهقنا، يعني الولاد عندهم طاقة طبعا غيرنا خالص. وكمان يعني عايزين يلعبهم كل حاجة والحاجات كلها يعني. بصراحة الأسعار بتاعتهم غالية مش رخيصة. ممكن تكون يعني بالنسبة لأماكن تانية رخيصة، بس يعني أنا بالنسبة لي لو معايا 3 أطفال ولا 4 أطفال، حرام حرام بصراحة المصاريف. يعني أقل لعبة كانت موجودة بحوالي 50 جنيه. طب لما أنا ألعب كل طفل ب50 جنيه في لعبة واحدة أدي 150 جنيه، هيشربهم أي مشروب أو حاجة، أو هنقعد على البحر؟ بلاش يا ستي، هنجيب طبق زلابية ونقعد ناكله، هناخد مواصلات. فبصراحة الله يعين الناس كلها. هنا بقى دي كان سور المنتزه. طبعا المنتزه حصل فيها تجديدات كتير كتير كتير، زي ما انتم شايفين بقى كده. ده مدخل المنتزه او البوابة بتاعة المنتزه. هنا كنا بقى على البحر وبنتمشى، دي بعد الكافيهات وبعد الملاهي اللي موجودة على البحر. اللي طبعا دي من الاتجاه اللي هو وانت طالع سيدي بشر وميامي يعني واحنا نازلين دلوقتي ايه من المنتزه. ده الشكل. طبعا الناس بصي زحمة رهيبة. بصراحة الجو كان حر جدا، فالناس ما بتصدق ان تروح الشمس، والناس تبدأ تنزل وتقعد على البحر وتحاول تتبسط. يا رب يا رب تجعل ايامنا كلها انبساط وخير وسعادة. وحاولت اخدكم معايا جولة كده نتفرج على المحلات والكافيهات والحاجات كلها اللي موجودة على البحر، مش بتفاصيل تفاصيل يعني، بس بديكم كده ايه نظرة عامة. طبعا في اسعار كتير متفاوتة يعني. وبصراحة القعدات بقت حلوة قوي، وفي قعدات شيك جدا، في قعدات متوسطة، يعني مش متوسطة في القعدة بتاعتها، بقصد متوسطة في اسعارها. وفي حاجات تكون غالية اوفر يعني، وفي حاجات يعني معقولة، او في حاجة طبعا يعني ايه في متناول الجميع. يعني ممكن احنا حتى لو والله يعني بشوف ان لو عملنا ترمس شاي كده، ولا اخدنا عملنا ازازة عصير مانجا في البيت، يعني كيلو المانجا بكام؟ لو حسبتيها كده تعملي ازازة عصير، او تاخدي ترمس شاي او ترمس قهوة، وتروحي تقعدي كده على البحر، في حتة زي بحري، في حتة زي دي كده، وتشربي برضو وتقعدي وتتبسطي ساعة ولا ساعتين وترجعي. برضو تغيير. على فكرة التغيير مش لازم يكون بالمظاهر يعني الكدابة، او بان انتي لازم تقعدي في مكان غالي او كده. الانبساط بيكون من جوه الانسان، يعني بيكون نبع من الانسان نفسه. لو القعدة حلوة والناس حلوين يعني وحاولتي تعملي جو كده في نوع من البهجة، بيتبسط كل اللي موجودين وبيحسوا ان هم فعلا غيروا، وبتكسري الروتين بتاع حياتك، وفي نفس الوقت تغيير على ولادك او عليكي. هنا برضو كنت داخلة كده، دي الساعة اللي عند شرقي، وهنا كنا داخلين على شارع فؤاد. وزي ما انتم شايفين العمارات بقى والمعمار القديم، والعمارات بتاعتنا كده اللي هي طبعا دي كلها زي ما انتم شايفين كده، شايفين المباني. طبعا المباني دي اكترها مباني يونانية وطراز يعني مش عربي. بس حاجات فاضلة لغاية دلوقتي، وحاجات بصراحة. شارع فؤاد زي ما انتم عارفينه، او كل الناس بتعرف شارع فؤاد، او معظمنا يعني، ان شارع فؤاد شارع كان بيسكنه طبعا بشوات. وفي طبعا اهم يعني هنا كان في المحافظة القديمة، وبعد كده طبعا اتغير مكانها. وهنا دي زي ما انتم شايفين، انا مش عايزة يعني اقعد هنا. طبعا المحل الورد ده محل من المحلات يعني القديمة قوي قوي. طبعا فتح بعض الكافيهات في شارع فؤاد، وفتح بعض المحلات الجديدة. بالكم من شكل البلكونة دي على هيئة فنجان، شفتوه ولا لا؟ هنا طبعا في محلات كتير قوي قوي ليها اسمائها وقديمة ومن زمان جدا،
وفي محلات طبعا فتحت جديد زي ما احنا شايفين كده، وطبعا في سينمات والمسرح وفي الأوبرا، وطبعا بيعملوا عروض وبيعملوا سهرات بيكون فيها مغنيين وحنين كبار طبعا. هنا زي ما انتم معايا في الجولة بتاعتنا. آه، أكتر الأماكن فيها تغيير طبعا. أنا ببص من نظرة عين مغتربة أو حد عايش برا ودي بلده ونازل بيشوف بلده بعينيه، فأنا واخداكم معايا تشوفوا بلدي بعناية. أنا بشوف اسكندرية من أحلى البلاد على وجه الأرض. بشوف جمالها في الطبيعة وفي شعبها وفي ريحة الجو بتاعها وفي البحر وفي كل حاجة. بنتقد زي أي حد اللي طبعا الحاجات اللي مش بتعجبني. بقى اقول الحاجات اللي انا مفتقداها في بلد، يعني اللي موجوده في بلدي ومش موجوده بره. طبعا حب الناس واللمه والحاجات دي كلها مش موجوده كتير. ربنا يا رب يجمع كل الناس وما يخليش حد يتفرق عن اهله ابدا. وطبعا هي بتكون ظروف الحياه. هنا بقى كان الحلو نزل. وكنا فين؟ كنا في مكان زي كافيه موجود على الترام. الكافيه ده هقول لكم اسمه عشان انا نسيت اسمه بصراحة. يا وفاء، نسيتي اسمه وما نسيتيش طعم الحاجات؟ لا بصراحة ما نسيتش طعم الحاجات. الحاجات دي كان طعمها خرافة، كان طعمها حلو جدا 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 ولذيذة كده. طيب وانت واخدانا ليه تفرجينا الحلويات؟ والله لما اقول لكم يعني ان انت في اي وقت تقدري تنزلي في مصر او في اسكندرية، يعني تاكلي اي حاجة انت عايزاها في اي وقت. هتلاقي اماكن كتير فاتحة وهتتبسطي، وفي اماكن كتير حلوة وليها اسمها وبتعمل حاجات من زمان لغاية النهاردة طعمها ما بيختلفش وما بيتغيرش. طبعا زي ما انتم عارفين كمان حتى فينو فينو من المحلات او الافران القديمة قوي. يعني انا افتكر وانا صغيرة كده كان لازم بابا يجيب العيش الكايزر والعيش الفينو، وطبعا والجاتوهات والحاجات ديت سخنة كده كان يجيبها لنا ونفطر بيها. اتربيت على الباتيه بتاع فينو. وزي ما احنا شايفين كده احنا في شارع بورسعيد في منطقة كامب الشزار، وشايفين بقى في محلات شاورما. طبعا ألبان سويسرا من المحلات المشهورة، بيعمل جبنات في صواني بأطباق أو أطباق جبنات كده بأشكال وألوان من كل أنواع. بيعمل أطباق بيض بالبسطرمة، ويعني الأطباق عنده رهيبة والسندوتشات عنده تجنن تحفة. هو الأسعار عنده مش رخيصة يعني كتير، بس يعني متوسطة أسعارها. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب لفوفينا، وباي.